أخطر شركة على ظهر الكوكب. إنها الشركة التي قد تتسبب في حرب عالمية مدمرة، وإن توقفت عن الإنتاج سينهار الاقتصاد العالمي عن بكرة أبيه، وستزداد الأسعار بشكل جنوني، وستحدث المجاعات المرعبة والمخيفة، وستنهار أسطورة الجيش الأمريكي. فلك أن تتخيل أن تتسبب شركة واحدة فقط في انهيار العالم كله. ليست أبل ولا فيسبوك ولا جوجل ولا حتى أمازون، ولكنها شركة غالبيتنا لا يعرف اسمها. إنها شركة TSMC التايوانية، الشركة الأخطر في تاريخ الكرة الأرضية. فما هي قصتها؟ هي شركة تايوانية تصنع الشرائح الإلكترونية، وهذه الشرائح تستخدم في كل شيء تكنولوجي: الهاتف، التلفزيون، الحواسيب، السيارات، الثلاجات، آلات الإنتاج المتطورة، الأجهزة الإلكترونية الحديثة كلها، والأسلحة العسكرية المتطورة والخطيرة مثل طائرات الشبح والمدرعات والدبابات والغواصات وحاملات الطائرات الحديثة. كل شيء تقريبا تصله التكنولوجيا. فكيف بدأت هذه الشركة؟ ولماذا تصل خطورتها إلى هذه الدرجة المرعبة؟ في الخمسينيات كانت تايوان واحدة من أفقر دول العالم كله، وتعيش على المساعدات من الدول الغربية. ولسنوات من المعاناة قررت الدولة أن تضع حدا لهذا، ورفضت المساعدات، وبدأت في ثورة علمية وتعليمية ستجعل هذه الجزيرة الأكثر تطورا وخطورة في العالم كله. جزيرة صغيرة ستتحول في خلال سنوات لتكون قادرة على إذلال أكبر إمبراطوريات العالم من الصين لأمريكا. أسست تايوان مؤسسة أبحاث علمية ضخمة، وعينت فيها أهم علمائهم، وأرسلت البعثات العلمية للخارج للتدريب والتعليم في العلوم وتقنيات أشباه الموصلات. بل إنها عرضت أموالا طائلة على المهندسين التايوانيين في الخارج للعودة والعمل في تايوان. أسست تايوان شركة لأشباه الموصلات في الثمانينات في وقت وجود أكبر شركات العالم، ولكنها خدعت الجميع حينما أعلنت عن عزمها تصميم الأجيال القديمة من هذه الشرائح، فاعتمدت عليها الشركات الكبرى في تصنيع هذه الأجيال بسبب كون التكلفة أقل بكثير، مما أدى لتراكم خبرات المهندسين التايوانيين بشدة، لتبدأ تايوان تدريجيا في تصنيع أجيال حديثة لحسابها. وفي خلال 20 عام، في عام 2008 تحديدا، استطاعت الشركة السيطرة على 52% من صناعة أشباه الموصلات في العالم. كانت تنفق تايوان أكثر من نصف ميزانيتها على هذه الصناعة، لتصل تايوان في عام 2020 لأن تسيطر على 62% من الصناعة في العالم.